فيديو النهارده فيديو مميز جدا عشان اتطلب مني اكتر من مره. يا كابتن محمد انت بتروح الجيم وحاطط ايه في شنطتك؟ في الفيديو النهارده هقول لك شنطتي فيها ايه بالظبط، وانا رايح الجيم ببقى واخد معايا ايه بالظبط، وركز معايا عشان فيها حاجات مهمه جدا. احلى مسا عليكم يا جماوي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم كابتن محمد عواد. طبعا اول حاجه قبل ما نبتدي انا بعتذر جدا عن التاخير في الفيديوهات، غصب عني والله. الله، امال بتعمل ايه هنا؟ بتعمل ايه هنا؟ بتشمس. بس انا عايز اطلب منكم حاجه بس الفتره اللي جايه دي، كل اللي عليك بس انك هتعملي لايك على الفيديو، ولو عندك اي سؤال او اي كومنت تكتبه لي تحت. لو مش مشترك في القناه انزل اشترك في القناه دلوقتي، ده كل اللي انا طالبه منك. وانا من ناحيتي انا مش هتاخر باذن الله، وده وعد مني باذن الله، فيديوهين 3 اسبوعيا. يلا نخش في حلقه النهارده من غير كلام كتير ونشوف شنطتي فيها ايه. اول واهم حاجه دلوقتي هي الفوطه. طبعا اكيد هتروح الجيم لازم يبقى معاك الفوطه الخاصه بيك، ما ينفعش طبعا تروح الجيم من غير الفوطه بتاعتك عشان الكورونا والاجواء اللي احنا فيها دي. تاني حاجه طبعا الشيكر، لازم تبقى طول التمرين بتشرب ميه، لازم يبقى جسمك هايدريتد. الشيكر مهم جدا في وسط التمرين. الكرياتين يا شباب انا اتكلمت عنه في فيديو، هبقى اسيب لك اللينك بتاعه فوق هنا. الكرياتين يعتبر من اهم او تاني اهم مكمل ممكن تاخده. بالنسبه للكرياتين انا باخد 5 جرام قبل التمرين و5 جرام بعد التمرين. الحاجه اللي بعد كده اللي في شنطتي وهي مكمل الطاقه. اي نوع مكمل طاقه لازم، ومش لازم قوي، مش باخده يوميا، يعني ساعه تمرينة الرجل ممكن اخده، ساعه لو تمرينه شديده شويه وانا مكسل ممكن اخده، اما مش يوميا. يبقى رابع حاجه معايا في الشنطه هي مكمل الطاقه. الحاجه اللي بعد كده ودي مهمه جدا برضو، حزام الظهر يا شباب. دي من اكتر الحاجات اللي بتدعم ظهرك وانت بتتمرن. التمرينات التقيله، حاجات زي السكوات، حاجات زي الديد ليفت، التمرينات دي لازم يكون ظهرك متامن كويس، يعني الكور بتاعك وسطك كده بظهرك لازم يكون متامن كويس. انا ما بلبسوش طول التمرينه ومش في كل الايام بلبسه، هي في كام شكل كده بحب البس فيه حزام الظهر. خلي بالك انا سايب لك اهم حاجه في اخر الفيديو. في شويه حاجات طبعا مش اساسيه، دي بتبقى حاجات عباره عن نظافه شخصيه. ده ديودرانت، وده بيرفيوم، وده الاسترين عشان البق. دي بتبقى حاجات مش اساسيه بس هي بتبقى لازم معايا في شنطتي. اخر حاجه واهم حاجه ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ عيب. وهي دي اللي هي السماعات. طبعا مستغرب اني بقول لك ان السماعات اهم حاجه انت تروح بيها الجيم. السماعات دي لما بلبسها ببقى في عالم تاني، ببقى مركز في التمرين بنسبه 100%. ايا كان اللي هتسمعه، عايز تسمع قران، عايز تسمع اغاني، في ناس بعرفها وهي بتتمرن بتسمع كتب. خلي بالك ان الجيمات اصلا الاتموسفير بتاعها والجو بتاعها دوشه، فانت ممكن تسمع صوت تخبيط، صوت زعيق، صوت حد بيتكلم جنبك. الكلام ده كله هيفصلك من التمرين وعن تجربه. انا جربت السماعات بانواعها واشكالها كلها، دي اكتر حاجه ريحتني، اللي هي الايربودز او الان اير، دي اللي هي بتتحط جوه الودن، بتبقى موجوده كده وما بتبقاش باينه. عندك سماعات كتيره، عندك مثلا اللي هي الاوفر اير اللي هي بتبقى السماعات الكبيره دي، انا جربتها برضو، هي تبقى حل كويس، بس خلي بالك ان هي بعد اول نص ساعه كده هتبتدي تصدعك وهتبتدي تعرق لك ودنك، فدي بالنسبه لي الحل الامثل. بس ده كده كل اللي في شنطتي، هي كلها حاجات طبعا اساسيه. فيديو خفيف عشان نرجع بيه. ما تنساش الدعم. كده اكون خلصت حلقه النهارده. لو عندك اي سؤال اكتبه لي تحت في الكومنتس. ما تنساش اللايك، تشترك في القناه لو مش مشترك. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.